محاضرة أقامتها مديرية الثقافة في السويداء تحت عنوان الفن المقاوم عند ناجي العلي. قيمة القلم والريشة بفكره المقاوم وأهم محطات حياته. أبرز محاور المحاضرة التي أقيمت بقصر الثقافة في السويداء تحت عنوان الفن المقاوم عند ناجي العلي، حيث تناولت حقبة نضالية كان لفن وأعمال ناجي العلي دور كبير في مقاومة الاستعمار ورفض مشاريعه. المقاومة ليست فقط بالسلاح وليست فقط بالرأي وبالسياسي، المقاومة في كل الجبهات، والفن هو من أكثر الأنواع التي أو من أكثر الأمور التي تبعث القيمي والدافع والحافز إلى أن يتشبث المواطن في أرضه وفي بلده. ناجي العلي الفنان الفلسطيني الذي فهم بحسه الفني أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبالتالي كان كل رسومات تشير إلى أن العرب لهم حق وحق لا يضيع، لكن العرب لا يستطيعون الوصول إليه طالما هم متفرقون. ولذلك كان إشعارات ناجي العلي دائما تحث على المقاومة، لأن نهج المقاومة هو الذي يستطيع إعادة الحق. 5000 شهيد بالثورة السورية الكبرى، اليوم الأحفاد والأبناء لأن الأبطال دائما يولدون الأبطال، قادرون على سحق الأعلام السوداء والمؤامرة الكبرى والدول الحقد والعار المتربصة بهذه الجغرافيا الطيبة الطاهرة المنتصرة بحول الله. ناجي العلي فنان فلسطيني وظف النقد اللاذع في أعماله ليجسد الفن المقاوم للاستعمار في رسوماته، ويكون من أهم دعاة التغيير السياسي عبر أعماله التي بلغت نحو 40,000 رسم كاريكاتوري. للسورية ضيغم مسعود.